ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. امبارح بقى قلت لكم في اللايف اللي انا هنزل لكم الكيكه امبارح، بس معلش ايه، كنت تعبت كده وريحت يعني، والموبايل كان فصل شحن. زي ما انتم بقى شايفين كيكه، بجد انا قلت لكم اللي هي كيكه اقتصاديه، وفعلا اقتصاديه من الدرجه الاولى. يعني الناس اللي هي بتحب اللي هي كيكه الشاي دي، اللي هي بتحب تاكلها مع كوبايه شاي، مع كوبايه لبن، كوبايه شاي بلبن، بجد اقتصاديه. عملناها من غير خلاط ومن غير مضرب كهربي، يا دوب مضرب يدوي كده. عملناها جميله قوي وسهله وبسيطه ومقاديرها بسيطه جدا. يعني حتى بنوتك الصغيره هتقوم تعملها من كتر ما هي سهله. بس هي كده ايه، طلعت كده سخنه لسه يا جماعه، العيال ما صبروش والله عليها، كانت سخنه لسه. لما بتبرد طبعا بتطلع الخرطه كده ايه من تحت من اخرها. بس ايه، هي سهله بصراحه ومقاديرها بسيطه جدا. تعالوا بقى يا امارات يا حلوين نشوف الطريقه. زي ما انتم شايفين، اول حاجه معايا بقى دي، اي نوع دي انت بتستخدميه وبترتاحي عليه استخدمي، دي متعدد الاغراض. معايا كده 3 مجات من الدقيق زي ما انت شايفه كده، بس المج ده اتملى، انا هخصمه في اخر مج، اخصم منه شويه اللي اتدلقوا الزياده دول. كده اي مج من اللي اهم حاجه الكوبايه اللي انت تعبري بيها او المج، اهم حاجه تكون تعبري بيها كل المقادير عشان المقادير ما تختلش بس منك. كده انا عملت 3 مجات، بالمج الاخير نقصت منه كده قيمه ايه، يعني معلقه كبيره كده مليانه هرمي، عشان طبعا ايه، يعني نقصت كده حته من الكوبايه عشان طبعا ايه، نزل الكوبايه مليانه اول مرتين. ومعايا بقى كيس كيك شيف. كيك شيف ده يا جماعه جميل قوي، بيخلي كيكه بجد يعني بيحسنها وبيخليها بصراحه احلى من البيكنج باودر. بجد جربيها هتعجبك قوي. زي ما انت شايفه كل ده في المنخل عشان طبعا ندخل هوا للكيك. ومعايا بقى رشه من الملح سنه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اي حاجه سنه على الرسول يا جماعه بجد بتدي بركه وجميله جدا للحاجات للاكلات بتاعتكم. وبعد كده بقلبي المكونات مع بعضيها، وبعد كده ادخليهم. كيكه سهله جدا جدا. انا متاكده انت اول ما تشوفيها هتقومي تعمليها، من كتر ما هي سهله وبسيطه انا متاكده انك هتقومي تعمليها. ومقاديرها بسيطه جدا 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 وسهله. الناس بقى اللي بيحبوا الكيكه دي وبيستصعبوها بقى بمقاديرها كتير وفيها سمنه وفيها مش عارفه ايه، لا والله انا بصوا مسهلاها عليكم على قد ما قدرت. عملت لكم كده اقتصاديه جدا بحس، وسهله كمان في نفس الوقت، عشان الناس اللي ما عندهمش مثلا خلاط او خلاطهم فيه حاجه ونفسهم يعملوا كيكه، سهلتها عليكم خالص يعني. وبرضو هقلبها تاني برضو بحس ابقى ضامنه ان الكيك شيف يكون دخل مع الدقيق كله، ما يكونش حته فيها كيك شيف وحته ما فيهاش. فبرضو قلبت زياده اطمئنان. طبعا وانا بعمل في المدخل لقيت اي تكتلات، عملتها كده بايدي شلتها. اوعوا تنسوا طبعا الاشتراك في القناه يا امارات يا حلوين، وطبعا اوعوا تنسوا اللايك بتاعكم الجميل اللي دايما بيساعدني، وكومنتاتكم الحلوه قوي قوي. وطبعا اوعوا تنسوا تشيروا الفيديو يا امارات يا حلوين، لان ده فيديو حلو قوي يستحق انه يتشير والناس كلها تستفاد وانها الناس كلها تشوفه. وتعالوا بقى الطبق كده معايا اهو. يعني زي ما قلت لكم بصوا مفيش خلاط، يعني كل حاجه هنعملها كده بايدينا. سكر تموين عادي يا جماعه. مسكت كده كوبايه، مج من السكر ومج من السكر كمان، بس المج يعني ايه، كل مج ناقص معلقه، مش مج مليان على عينه يعني. انا مش بحب السكر املاه قوي. ومعايا بقى نص مج من الزيت، ده زيت تموين عادي مفيش اي مشكله زي الفل. هو زيت مش مسرنخ ولا فيه اي طعم ولا فيه اي ريحه، يعني زيت نضيف، زيت تموين بس ملوش ريحه ولا طعم. وحطيت بقى كده نص مج من الزيت، وايه كده كوبايه مليئه، كوبايه كده ايه، مج نفس مجنا عيرتي بكل المقادير، مج من اللبن. ده لبن بلدي يا جماعه، حابه تحطي لبن معلب هيديكي نفس النتيجه، هيكون زي الفل معاكي، عشان في بعض البلاد مبيبقوش عندهم لبن بلدي. وعادي مش هتفرق، حتى لو انتوا عندنا هنا في مصر يعني حابه تحطي لبن معلب اللي انت حابه، مش ضروري يعني لبن بلدي، اللي موجود عندك حطيه، بس انا بحب اللبن البلدي اكتر بفضله. ومعايا بقى كده بيضتين. شفتي المقادير بسيطه يعني، كانت الكيكه دي كنت انا بعملها الاول 4 بيضات كده، انا قللت لكم البيض فيها وكنت بحط فيها كوبايه سمنه، شلت كوبايه السمنه خالص وحطيت بدلها نص كوبايه زيت. ومعايا كده نص باكت من نص باكت سوري، معايا باكت من الفانيليا، طالما بيض يا جماعه يبقى فانيليا على طول. وتعالوا بقى نخلط المكونات السائله دي كلها اللي احنا عملناها مع بعض، نفضل نخلط فيها لحد ما ندوب السكر، ومنه برضو نضرب البيض شويه معاه. فقعدت كده اخلط لحد كده ايه، ما السكر ما بقاش ليه كده ايه وجود يعني لو باين بسيط قوي 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 يعني، كان باين بسيط جدا من السكر، لكن يعني بصوا دوبته على قد ما قدرت تماما، بس شلت المضرب لان لقيته هيتفك كده، فقلت مش مهم اشتغل بالمعلقه. فلقيت كده المكونات يعني السكر اهم حاجه ان هو داب معايا، كان في منه بسيط جدا يعني، بس ايه راح مع المكونات بعد كده. وبعد كده انزل بقى بالدقيق واجيب من فوق لتحت من فوق لتحت لحد كده ما ادخل الدقيق مع المواد السائله. طبعا لو لقيتي الخليط معاكي تخين
انا هقول لك دلوقتي تعملي ايه. فانا يعني ايه سهله قوي جدا جدا وبسيطه، لان طبعا ايه احنا قللنا بيضتين، فطبعا ايه اكيد الخليط ده انت ممكن طبعا لو مش حابه تعملي صينيه كيكه كبيره، لان المقادير دي صينيه ما شاء الله صينيه كبيره يعني، ممكن تنصصي المقادير وتعملي صينيه صغيره. ممكن تعملي صينيه مقاس 20، انا الصينيه اللي انا عملتها دي مقاس 40، ممكن تعمليها صينيه مقاس 20 وتنصصي المقادير، هتطلع معاكي برده حلوه قوي. لو انت مش حابه تعملي المقادير دي مقادير صينيه كيكه ما شاء الله كبيره يعني، بسم الله ما شاء الله مقادير حلوه يعني. طبعا انا قعدت اقلب كده لقيت بصوا الخليط بصوا تخين جدا. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، طريقه سهله وبسيطه جدا زي ما انت شايفه، بجد كيكه جميله وسهله وبسيطه خالص. بجد متاكده انك هتقومي تعمليها من كتر ما هي سهله وبسيطه خالص، متاكده انك هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. يعني مقاديرها يعني بصي مش قادره اقول لك بسيطتها ازاي، سهلتها عليكم خالص اهو، حتى الخلاط لغيته من الوصفه. بصوا قعدت اقلب انا مش عايزه اخلي تكتلات خالص، فلغيت التكتلات معايا بقى. جبت نص كوبايه من ميه من الحنفيه، نزلت بربعها بس، لو احتجت النص هنزل بيه كله، ما احتجتش يبقى خلاص. انا نزلت بربع بس، قلت ايه عشان ما نزودش ايه حاجه تاني، فنزلت بربع كوبايه من الميه وهقعد اقلب. لو لقيت الخليط بتاعي تخين قوي برده هنزل بالربع اللي باقي، بس هو محتاجش يعني الربع كوبايه ميه ظبطت معايا الخليط قوي، والخليط كان معايا زي ما انتم شايفين كويس قوي قوي. انا لقيته كده مش محتاج تاني. طبعا الفرن يا جماعه شغال قبل ما اعمل اي حاجه في الكيك كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200، لو انا فرني بطيء. لو انت فرنك عالي والحراره بتاعته عاليه قوي اعمليه على 108 على الرف الاوسط في الفرن، ما بتشغليش شوايه. الكيكه يا جماعه اي نوع كيكه في العالم ما تشغليش عليه شوايه، الكيكه يا جماعه بتستوي على الفرن من تحت وبس، اعتمادها كله على الفرن من تحت. طبعا ما تفتحيش عليها كل شويه لان الكيكه بتهبط برده، من عوامل سقوط الكيكه انك تفتحي على الفرن. طبعا زي ما انت شايفه كده انا قعدت كده اقلب فيها لحد ما دخلت الميه مع خليط الكيكه وخليتها كمان مبقاش فيها تكتلات خالص. وزي ما انتم شايفين الخليط كده ايه، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، خليط كده متوسط. بصوا صينيه مقاس 40 واضحه معاكم يعني ايه، معلش هي الرسمه الكلام مش واضح قوي، بس هي دي صينيه مقاس 40، صينيه ما شاء الله كبيره يعني. طبعا هتقولي الصينيه كبيره، اقول لك لا مش كبيره، لازم الكيك ما يكونش ايه، يكون عقله صباع. لو ازيد من كده الكيك هيطلع معاكي عالي وحلو، هيطلع عالي قوي بس هتبقى حته الكيكه مكتومه جدا، انت مش هتبقي راغبه انك تاكليها. اما كده اما الكيك يبقى واسع في صينيه واسعه تبقى الكيكه مفرغه كده ومش مكتومه، وتحسي وانت بتاكليها ما تحسيش انت بتاكلي حاجه مش قبلاها، لا انت بتاكليها وانت قبلاها. طبعا معايا معلقه من السمنه دهنت بيها الصينيه. مهم يا جماعه انك تدهنوا الصينيه بالسمنه مش بالزيت، لان الزيت بيحرق الكيك من تحت. اوعي فكري انك تدهني بجد كيك بالزيت، اي نوع كيك في العالم ما تدهنوش بالزيت لانه بيحرق من تحت، ادهني بسمنه. وبعد ما دهنت الصينيه كلها من تحت ومن الجوانب نزلت بخليط الكيك كله زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى امسك الصينيه اهبدها كده ايه 4 هبدات كده بحيث اطلع منها اي فقاعات هواء، عشان كده تبقى ما فيهاش فراغات كتير من جوه. بصوا زي ما انتم شايفين الكيك حتى مش محصل عقله صباع، يعني هو ده المطلوب. احنا مش عايزين الكيكه تكون عاليه قوي، عشان زي ما انتم شايفين طبعا على الرف الاوسط في الفرن درجه حراره زي ما قلت لكم. لو فرنك عالي اعمليها على 180، لو فرنك بطيء اعمليها على 200 زي ما انتم شايفين على الرف الاوسط. طبعا سبتها يا جماعه ساعه الا تلت، بعد ساعه الا تلت كده يعني ساعه يعني يا جماعه يعني ساعه يعني الا 20 دقيقه زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ساعه الا تلت فتحت الفرن، قلت اختبرها بسكينه او بسكس لو عندك اللي هو بتاع الخله ده، انا اختبرتها بحب اختبرها بسكينه بصراحه. فدخلت فيها السكينه لقيتها السكينه طالعه نضيفه تماما ما فيهاش اي حاجه. وبعد كده فتحت الفرن بس لمده 5 دقايق امهد لها للجو بره، وبعد سبتها طبعا جوه الفرن وفتحت الفرن وربته كده لمده 5 دقايق. بعد كده طلعتها بقى وسبتها برده تهدى شويه، وبعد كده ابتديت اقطعها. ممكن تسيبيها لما تبرد خالص، بس احنا بنحبها يعني الكيكه تكون سخنه ما بنحبهاش تكون بارده خالص. وبعد كده قطعتها، طبعا العيال كانوا عايزين يفطروا بيها بقى ومستنيينها بصراحه، فاحنا قلنا ايه نقطعها. فقطعتها زي ما انتم شايفين مكعبات كده زي ما انتم شايفين. هو ده الكيكه الناجحه الجميله اللي هي ما تكونش في صينيه صغيره قوي عشان ما تطلعش معاكي مكتومه كده. تاكلي حته الكيكه زي ما بتجيبها كده من الافران، تبقى كده ايه ما تكونش تقيله تكون خفيفه. وعلى فكره يا جماعه الميه بتخلي الكيك تحفه 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 بجد. عايزه تعملي اي نوع كيك حطي عليه شويه ميه، قللي حاجه وقللي مثلا اللبن وحطي بداله ميه،
بجد الميه يا جماعه جميله جميله جدا، بتدي طراوه فظيعه للكيك. بصوا الكيك طري ازاي، وفي طراوه مش طبيعيه وهشاش جدا وطعمه طيب جدا وريحته بجد مش قادره اقول لكم. كانك عاملاه كوبايه سمنه وباربع بيضات، كاننا ما قلناش مقادير، كانك عاملاه بالمقادير هي بجد مش قادره اقول لكم قد ايه الكيك جميل وطعمه جميل ولذيذ قوي. ومع انه احنا قللنا مقاديره وسهل وعملناه بطريقه بسيطه جدا، بس تحفه 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 بجد، لازم تجربوا الكيك ده.